ولادي الصغيرين مش بيحكولي حاجة وانا بقلق عليهم. احيانا ولادنا بيكونوا ما بيعرفوش يعبروا عن مشاعرهم، او بيكونوا خايفين من رد فعل الام والاب لما يجوا يتكلموا معاهم في اي حاجة حصلت او اي موضوع بيفكروا فيه. وفي نفس الوقت الامهات بتكون قلقانة علشان خاطر هي عايزة تعرف ابني بيتعرض لايه، حد بيضايقه، حد بيعمل فيه حاجة، حد بيأذيه، طب هو زعلان مني، طب هو مبسوط، طب ايه اللي بيفرحه، طب ايه اللي بيزعله. كل ده مش هتقدر تعرفه بدون ما تتواصل معاه. وعلشان الأطفال كائنات حساسة جدا، احنا ممكن نتواصل معاهم من غير ما ياخدوا بالهم. تعالى أقولك ازاي. أبسط حاجة هما مش هيحسوا بيها لما ترسمي على ورقة صورة ولد أو بنت، ومش شرط يعني انك تكوني فنانة ورسمك كويس، أي رسم كده كروكي. ارسمي ولد مثلا لو ابنك ولد، بنت لو عندك بنت، واسألي يا ترى يا حبيبي الولد ده زعلان من ايه، ايه اللي ممكن يكون مزعله، طب ده مبسوط ليه، طيب هو ايه اللي ممكن يكون بيفرحه، طب والبنوتة دي يا ترى ايه اللي مفرحها، طب والبنوتة دي يا ترى ايه اللي مزعلها. وبناء على كده هتاخدي منهم اجابات كتير. كل ما يقولك اجابة، ايه ممكن تاني كمان غير الاجابة دي، هيبتدي ان هو يقول الحاجات اللي بيقول عليها دي. تأكد ان هي حاجات بتضايقه، وتأكد ان هي حاجات بتفرحه، لان الاطفال هيتكلموا بناء على ايه، هما ما عندهمش خبرات، هما بيتكلموا بناء على تجاربهم. حاولي ان اللعبة تستمر لعبة، ما تحاوليش تبرري اصل انا يا حبيبي لما عملت كذا كان عشان كذا، علشان يفضل فاهم انها لعبة وتشتغل معاكي صح. لان لو عرف انك بتضحكي عليه بيها او بتجري كلامه بيها، تأكدي ان هو مش هيقولك حاجة واللعبة هتفشل كمان.